ما تنساش تشتركوا في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض وصفه عشاء او غداء خفيفه، طريقه سهله وكتجي بنينه ومزيونه بزاف. نبداو على بركه الله. فاول حاجه غادي نوضعوا هنا مقله عندي فيها زيت الزيتون وزيت المائده، ممكن تستعملوا نوع واحد او ممكن تضيفوا حتى الزبده. كنوضعوا على النار، غادي نضيف عليها بصله مقطعه مربعات كيف كتشوفوا او مشلضه، يعني اللي بغيتو نتوما. فهنايا بصله متوسطه، حجم ديالها متوسط. غادي نضيفو عليها معلقه صغيره من الثوم مهروس هيدا اولا محكوك رقيق، ملعقه صغيره تقريبا. فكيف قلت لكم هاد الوجبه هذه سريعه بالمتوفر عندكم في المنزل، ممكن تحضروها. غادي نستعملوا الخضر على حساب الانواع اللي كاينين. غادي تشوفوا هنايا الخضر اللي غادي نستعمل. فملي كنمزجوا الثوم مع البصل كيدبل واحد شويه صافي، غير كيسخنوا غادي نضيف عليهم قطع من صدر الديك الرومي، او ممكن تستعملوا قطع من صدر الدجاج، فخذ الدجاج. المهم يكونوا قطع بهذا الشكل هذا، اي نوع توفر لكم. كيف كتشوفوا كميه قليله، فهنايا حتى الطاوه ما تكونش كبيره، ودائما كنقول لكم على حسب المقدار اللي باغيين تحضروا. فهنا غادي نضيفوا الخضر. غادي نبداو بالجزر، عندي الجزر مبشور. اذا بغيتوا جزر قطع ممكن انكم تقطعوه قطع صغيره وتضيفوه باش يتشحر. اذا كنت كتبغيو المذاق الجزر يعني يكون باين، اذا ما بغيتوش فاعملوا هيدا مبشور افضل. تقريبا واحد الجزره، هنا واحد الجزره او واحد الجعده كبيره شويه. فضفت على المكونات. فكيف قلت لكم في النوع ديال اللحوم استعملت صدر دبيبي مقطع مربعات او مكعبات صغيره. غادي نضيفو كذلك الخضر البرنجال اللي هو مقطع بهذا الشكل، مقطع على 4 وكنقطعوها طريفات صغارين. فانا عندي واحد الحبه من البرنجال متوسطه. كتشوفوا اللون يعني راه غامق حيت قطعته من قبل. من ثم قطعوه يعني طري، ضيفوه. يكون عندكم مكونات اخرى على النار وثم كتحضروا الخضر اللي باقيه. فهنايا غادي نضيف كذلك الكوسه او القرع خضر، واحد الحبه متوسطه مقطعه كذلك على 4 ومقطعه هكذا طريفات صغارين، ما يكونوش رقاقين وما يكونوش غلادين بزاف، يعني الحبات متوسطين. فانا كيف قلت لكم ممكن تحضروا المكونات اخرين، مثلا وضعنا البصل والثوم. غادي نوضعوا الدجاج، نقصوا النار وندوزو نبشروا الجزر، نضيفوها، عاود ندوزو نقطعوا البرنجال وحنا ماشيين بالترتيب. يعني اذا ما كانش عندكم الوقت ممكن في الوقت اللي كيطيب هذا الشيء على النار ثم كتوجدوا المكونات الثانيه. بالنسبه للتوابل غادي نستعمل فلفل احمر نصف ملعقه صغيره، ونص الشي من زنجبيل بودره او سكنجبير نصف ملعقه صغيره. كذلك الخرقوم كميه صغيره من الكركم بودره. وغادي نضيفو فلفل اسود طبعا حتى هو كميه صغيره، ما نضيفوش بزاف باش ما تجيش قويه وحر. وهنا الثوم بودره اختياري اذا توفر لكم. وغادي نضيفو توابل الدجاج اذا كانت متوفره، ما كانتش متوفره فممكن تستغنيو عليها. فهنا كيف شفتوا الخضر اللي استعملنا. اذا بغيتو تضيفوا شي نوع د الخضر اخر كتشوفوه كيتلائم مع هادشي ممكن انكم تضيفوا الفلفل، يعني الفلفل ملون اخضر او احمر او اصفر اللي توفر لكم. ممكن كذلك تضيفوه، قطعوه قطع صغيره وضيفوه مع هاد المكونات. فهنا بعد ما خلطناهم مزيان وشحرناهم غادي نضيفو عليهم الربيع. غادي نستعمل معدنوس، تقريبا ملعقه كبيره من المعدنوس هذا المفروم، ممكن طري، انا عندي هنا مجمد فضفت ملعقه كبيره تقريبا من المعدنوس. كذلك غادي نمزجوهم مزيان. وكيف قلت لكم ممكن تستعملوا الزبده، يعني الزبده الحيوانيه حتى هي كتضيف واحد المذاق مزيون هيدا في الوجبات ديالنا كتجي مزيونه. فهنا من بعد ما خلطتهم مزيان ومزجتهم غادي نضيف عليهم شويه د الماء، حيت ماشي غنشحرهم ولكن غادي يطيبوا. فهنا الماء غليان كيف كتشوفوا، غادي نضيف واحد كميه من الماء غليان تقريبا 2 مغارف. وغادي نضيف الملح على حسب الرغبه وعلى حسب ذوق كل واحد. وغادي نمزج هاد المكونات مزيان مع بعض. فكيف شفتوا هنايا ماشي غير مزجناهم وصافي غادي نخليهم مقرمشين، ولكن غادي نطيبوهم. فغادي نضيف عليهم ورقه الرند او ورق سيدنا موسى اذا توفرت لكم، فوضعوها هيدا في وسط الماء. فهنايا ضفنا الماء باش الخضره ديالنا تطيب. في الماء اللي كيغلي غادي نضيف بطاطا. هنا عندي بطاطا مقطعه بهذا الشكل هذا، يعني مربعات كبيره ولا قطع كبيره. وغادي نخليوها تغلي في الماء حتى تطيب مزيان، يعني غادي يكونوا كيطيبوا لنا هاد جوج الحاجات في نفس الوقت، يعني طريقه سريعه. ففي المقله عندنا الخضر كيطيبوا ممكن نغطيوهم، والبطاطا نغطيوها غير نصف تغطيه باش ما كيفيتش داك الماء. فهنا من بعد ما تسلقت لنا البطاطا ديالنا مع شويه د الملح، طبعا في الماء كنوضعوا شويه د الملح.
وكنكونوا حتى المقله طفينا عليها حتى هي كتكون طابت، كيطيبوا في نفس الوقت. كيف قلت لكم طريقه سهله. فهنا بعد ما صفينا البطاطا كنوضعوها في القالب اللي غادي ندخلوه الفرن، وممكن ما تدخلوش الفرن يعني تقدموهم في جنب بعضيتهم، ولكن الطريقه هذه حتى هي مزيونه. فهنا البطاطا كيف شفتوا من بعد ما طابت بقى سخونه، غير كنصفيوها من الماء كنوضعوها هكذا في القالب اللي غادي نقدموه فيه اولا غادي ندخلوه هنا الفرن. فكيف شفتوا في نفس القالب كنحاولوا نعجنوا هذا البطاطس ديالنا، وغادي نضيف عليها 2 القطع من جبن المثلثات. اذا بغيتوا فكيضيفوا واحد مذاق مزيون من هاد البطاطا. 2 المثلثات كافيين. بالنسبه للقياس البطاطا فانا عندي تقريبا نص كيلو او 2 الحبات البطاطا يكونوا متوسطين، وهادو قياس يعني كميه صغيره. غادي نضيف رشه من الفلفل الاسود، رشه خفيفه وصافي ماشي بزاف، والثوم بودره اذا توفر لكم حتى هو كيعطي واحد المذاق مزيون. وغادي نمزج مزيان هاد المكونات. ممكن انكم تضيفوا حتى السحتر اذا بغيتوا، هذه رشه خفيفه من السحتر. فغادي نمزج مزيان هاد المكونات مع بعض ونحاولوا نستفوهم في القاعده ديال القالب ديالنا، يعني تكون على شكل طبقه اولى من الوصفه ديالنا. من بعد ما كنتاكدوا باللي هرسناهم مزيان او عجنا هاد البطاطا مزيان، يعني درجه على شكل بيوري مالوس ومزيون. ممكن انكم اذا بغيتوا تصافيوه، ولكن ما كنحتاجوش في هذه الوصفه، يعني ماشي ضروري حيت ما نقدموهاش بوحديتها. اذا كنا غادي نقدموها جزء من الصحن بوحديته، من الافضل انكم تصفيوه في المصفات باش كترجع على شكل بيوري مصفي مزيان ورطبه. فهنايا غادي نستعمل جبن موتزاريلا او اي جبن كتبغيو المذاق ديالو. ممكن انكم تضيفوه طبقه اختياريه، ولكن كتزيد واحد الشكل مزيون للصحن حتى المذاق اذا كان مذاق الجبن مزيون. فهنا شرائح رقيقه من الجبن كنضيفها من فوق البطاطا اللي عندنا معروكه او معجونه، فعلى حسب الكميه اللي باغيين ومتوفره عندكم. ما كانش كنكتفيو بالجبن اللي كاين في البطاطا. ومن فوق الطبقه غادي نضيفوا هذاك الخلطه اللي عملنا. كيف شفتوا بعد ما طابت ضروري نزولوا ورق الرند ما نساوهاش، وكنضيفوا هاد الكميه ديالنا من بعد ما تشربت مزيان الماء. ضروري تشرب مزيان هاد الماء. اذا شفتوها شربت الماء وهي باقا ما طابتش، يعني الماء ما بقاوش يتبخروا والخضر ديالنا باقي ما طابوش، والدجاج كذلك اولا بيبي، فممكن انكم تضيفوا داك الماء البطاطا اللي كتغلي فيه، هزوا منه واحد الكميه وضيفوه على المقلاة ديالكم وخليوها عاود تزيد طيب حتى كنتاكدوا باللي طابت مزيان هاد الخلطه ديالنا او هاد الخضر مع الدجاج او بيبي. وكيف شفتوا ضفناه من فوق الطبقه الاولى. واذا ما توفر لكم شي مثلا الدجاج، هي كتجي مزيونه هيدا بقطع الدجاج مع الخضر او بيبي، ممكن تستعملوا التون معلب اولا الكفته، كميه من الكفته، ولكن كنفضل هكذا بالدجاج. هاد الوصفه هاديه تكون هكذا بقطع الدجاج اولا بيبي. فهنا من بعد ما كنعوضوه مزيان فوق الطبقه الاولى، ممكن انكم تضيفوا طبقه ثالثه من البطاطا، يعني نفس الطريقه اللي عملنا في البطاطا في الاول، تعملوا كميه اكبر تقسموها على 2، تضعوا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه تغطيو بها هاد الخضر. فانايا استعملت فقط الجبن ما استعملتش البطاطا او طبقه ثانيه من البطاطا، يعني غتجي محشوه تجي حتى هي مزيونه. فانايا كميه من الجبن على الوجه باش يتحمر ويعطينا حتى هو مذاق مزيون اذا توفر لكم. كيف قلت لكم اذا ما بغيتوش تضيفوا الجبن ممكن تضيفوا كميه ولا طبقه اخرى من البطاطا، طبعا نضاعفوا الكميه باش تستعملوا طبقه الثانيه. بالنسبه لهذا القالب هذا القياس ديالو 21 سنتيم 21 سنتيم يعني مربع جا. فهنا من بعد ما وضعنا هاد الطبقه هذه الجبن على الوجه غادي ندخلوها للفرن حتى تحمر، وهذا هو الشكل ديالها. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب، واللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما تنساش انك تشترك فضلا وليس امرا، تشترك في القناه وتضغط على الجرس باش يوصلك دائما الجديد. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. كيف كتشوفوا الوصفه نتمنى انكم تجربوها، سهله مكوناتها بسيطه اللي كان متوفر عندكم في المنزل ممكن انكم تحضروها. بالنسبه للجبن كيف كنقول دائما، يعني اذا كان متوفر وهذاك ما كانش متوفر فاستغنيوا عليه، كيزيد واحد الشكل مزيون وواحد المذاق حتى هو مزيون. حتى اذا ما كانش يعني الوصفه ديالنا غادي تنجح، ماشي ضروري هو اللي غادي ينجح الوصفه، كيزيد طبعا مذاق مزيون ولكن ماشي ضروري. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف وبالصحه والراحه.